فيتفرقون. هذه أن يطرح موضوع وتختلف وجهات النظر، اختلاف تضاد لا اجتماع فيه فيتفرق الناس. لكن لما كانت قضية الافتراق نتيجة حتمية للاختلاف غير المحمود قدمها الله جل وعلا، وقال الله عز وجل: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا. إذا الاجتماع فيه قوة وتآلف وتواد وصلة، وعكسه الافتراق وهو ذهاب الريح. الريح المقصود به هنا القوة والتآلف. واصبروا، لأن القضية المعايشة بين الناس لابد فيها من صبر وتنازل عن الحقوق شيئا ما حتى تستقيم العلاقات. وكما قيل: ما استقصى ولا استقضى كريم قط. ما الإنسان الذي يريد إقامة العلاقات ما يأخذ حقه مستوفى، إنما يتنازل فيقرب خطوة ويقرب الآخر الخطوة التالية. والنبي صلى الله عليه وسلم حث على هذه القضية. ومن الأمور التي نمر عليها سريعا وهي قضية الصلاة. الاجتماع من خلال هذه الشعيرة العظيمة أكد عليها الشرع، ونصوص الوحيين أكدت على ذلك. فصلاة الجماعة واجبة على الصحيح من أقوال أهل العلم، وهي تخص قضية البيوتات التي في حي قريب من بعض يستطيع أن يتزاورون يلتقون في هذا الجامع. فإذا كان الحي متسع يبدأ في قضية أخرى تجمعهم وهي قضية الجمعة. ولاحظ الألفاظ: الجمعة، الجماعة. ثم لما كانت القضية الكبرى التي تجمع الأحياء والمدينة كاملة سمى صلاة العيد، لأنه يجتمع الناس، وحتى تكون القضية فيها اجتماع أكبر عدد ممكن جعلها في الجبانة في الصحراء، وأمر حتى النساء وذوات الخدور وحتى التي لا يجب عليها الصلاة أن تخرج طمعا في فضيلة الاجتماع. ثم الاجتماع للأمة ككل وهي الحج، فهو اجتماع للعالم الإسلامي من كل جهة. القضية الأخرى حتى في قضية الاجتماع العائلي، النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي حسنه بعض أهل العلم قالوا له: يا رسول الله إنا نأكل ولا نشبع. فنبه إلى قضية، قال: لعلكم تفترقون عن طعامكم. قالوا: نعم. قال: اجتمعوا وسموا الله عز وجل يبارك لكم فيه. والقضية ليست البركة بركة جسدية بقدر أيضا ما هي بركة معنوية. ولذلك من الأخطاء التي تدور في بيوتنا الآن مع وسائل الاتصال الاجتماعي انعكاف الأبناء كل واحد في غرفته ويأتيه أكل ولا حده. فبدأت العلاقات التي كنا نتذاكرها سابقا عن والدينا وأجدادنا في قضية الاجتماع والبيت الكبير والأب الكبير الذي يجتمع حوله الناس بدأت تتفرق بسبب هذه الأمور. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم مدح هذه القضية، وهي قضية موجودة في الأشعريين كما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو، يعني افتقروا، أو قل طعام عيالهم في المدينة في أي وضع، يعني سواء في جهاد، في قتال، في استقرار أمني، أو قل طعام عيالهم في المدينة، جمعوا ما عندهم في إناء واحد واقتسموه بالسوية. وهذا كما يقول أهل العلم أصل